سماحة الشيخ، أنا لأن ما الشباب قاعد عندهم مكالمات من أخوة، أنا أقول لهم شوي ينتظرون. تطرقت إلى رواية الكافي في البحار اللي دائما يستشكلون فيها المخالفين، وكذا سؤال، يمكن القطرة ورد أكثر من 100 سؤال على نفس الرواية. رواية ذلك فرج غصبناه. نعم، رواية الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه الصلاة والسلام. بس قبلها في عندنا اتصال من واحد من أبناء عائشة، إبراهيم من مصر. السلام عليكم إبراهيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سماحة الشيخ، ممكن تجاوبون على سؤال الأخ بإيجاز، لأن إذا جتني مكالمة ممكن راح نوقف. أجاوب أولا على سؤال الأخ أم أجاوب على جواب ذلك فرج قد غصبناه؟ اللي تفضل. يعني شوف، أولا بالنسبة إلى سؤالك، إحنا قلنا لا نستطيع أن نتبسط الآن في كل الروايات المذكورة في شأن هذا الزواج. أنا أجملت القول في مقدمة بحثي، في مقدمة الورقة البحثية، قلت إنه كما عندنا روايات تثبت وقوع هذا الزواج، فهنالك روايات أخر تنفي وقوع هذا الزواج، وكلاهما كلتا الطائفتين عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. رواية ذلك فرج غصبناه بعض يعدها من الطائفة الأولى وبعض يعدها من الطائفة الثانية. يعني يمكن أن نفهم الرواية هكذا، على أنه هذا من قبيل الاستنكار، أنه ذلك فرج غصبناه، يعني إحنا انغصبنا على هذا الفرج اللي تقولون أنه بالقوة، يعني هذا تزوجها عمر مثلا. إنكار لما هو شائع، لأنه أشاع المخالفون بقوة وقوع هذا الزواج. عموما إحنا هذه الروايات من حيث الجمع نستطيع أن نجمع بقرينة ما ذكره بعض النسابين، بعض أصحاب الآثار، نميل شيئا ما إلى وقوع عقد دون اجتماع ودخول. وسواء كان هذا التوجيه صحيحا أو لم يكن، وقع هذا الزواج أو لم يقع، فإنه لا حجة فيه على أن عمر بن الخطاب رجل صالح يحبه أهل البيت عليهم السلام، لأن هذه القاعدة منقوضة. لا يسعك أن ترسي هذه القاعدة، تقول كل مصاهرة تدل على المحبة والمودة. هذه قاعدة منقوضة بشواهد التاريخ المتعددة والمستفيضة، والتي منها ما ذكرناه الآن، شواهد تتعلق بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أو بالطالبيين بالعلويين، كيف أنهم زوجوا بعض بناتهم إلى ألد أعدائهم. حتى الإمام الصادق هكذا روي عنه أنه زوج ابنته لواحد من بني أمية، وأنكر عليه داود بن علي. عن إذنك سماحة الشيخ، أبو وليد من هولندا